صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده زي ما انتم شايفين هنعمل وصفه حلوه جدا جدا جدا، الشعب المصري كله بيحبها ومن احسن المحلات بتاكليها، وهنعملها في البيت باحسن طريقه باذن الله. زي ما انتم شايفين معانا طبعا مكرونه وميه بتغلي على النار، هننزل فيها المكرونه بتاعتنا. وطبعا اكيد هتعرفوا احنا هنعمل ايه النهارده. هنعمل معاكم الكشري ان شاء الله بطريقه حلوه جدا، احسن من محلات واحسن كمان من اكل بره. زي ما انتم شايفين معايا الاول حطيت الاول طبعا المكرونه تتسلق، طبعا نوعين من المكرونه، الاسباجيتي واي مكرونه تاني صغيره، كوع، اي اللي هي ايه، اللي هي المكرونه المدوره دي. ومعايا هنا برضو كميه من البصل حلوه. اول حاجه هتبداي بيها لازم تبداي ايه بنظام عشان تعرفي هتعملي ايه وما تاخدش معاكي وقت الكشري يعني وانت بتعملي. تمام. زي ما انتم شايفين هنا بقى جبت طاسه او صينيه، طبعا عشان البصل كتير وانا عايزاه يتحمر حلو، فانا جبت ايه حاجه واسعه شويه. معايا هنا الصينيه دي وهنحط فيها بقى كوبايه زيت. طبعا الزيت مش كتير او حتى لو كتير احنا هنستعمله طبعا في الوصفه كلها. تمام. زي ما انتم شايفين المكرونه كانت خلاص استوت، شلتها من على النار وهنبقى نغسلها كده عشان ايه ما تعملش معانا وتعجن. لو طبعا كده هنوقف عمليه السوا. تمام. وبعدين نروح كمان نعمل ايه تاني، نعمل البصلة. طبعا هي بتتحمر على النار اهي. زي ما انتم شايفين هي طبعا لسه شايفين هي واحدة واحدة، بس احنا عايزين ايه كله زي ما انتم شايفين كده اللون اللي انا عايزاه. اللون الاصفر ده طبعا هو مغمق في الكاميرا شوية، بس هو لا، هو ايه يعني عطى على البني سيكة. تمام. معانا هنا بقى هنعمل ايه، خدنا بقى صفينا الزيت وهناخد بقى نعمل منه الرز. معانا حبة من الشعرية وحبة من الرز. طبعا بصي الكمية دي ما شاء الله عملت معايا كمية حلوة، يعني أكلت البيت كله فط كمان لتاني يوم. تمام. وطبعا كمية صغيرة، كوباية رز وكوباية نص كوباية عدس وربع كوباية شعرية، وعملنا الكمية دي كلها. وبعدين نحط حبة ملح وحبة كمون، بيخلي طعم برضه الرز حلو مختلف في الرز اللي هو الكشري. وهنسيبهم على النار. هنا بقى هنجيب معلقة من التوم، وطبعا الزيت برضو اللي احنا استخدمناه في الأول هو نفسه اللي هنعمل بيه الوقت ايه الصلصة. معلقة توم كبيرة. وهنحط بقى الطماطم وهنسيبها لما تتسبك التسبيكة الحلوة دي، وبعدين نحط لها ملح وكمون فقط لا غير. تمام. زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هنجيب هنا بقى هنعمل الدقة. معانا هنا معلقة من الملح ونص معلقة من الكمون، وهنعصر كده ليمونتين حلوين كبار، هنعصرهم كده. هناخد عصير الليمون بتاعهم، الليمون والكمون بيدي حلو طعم، هو اصلا اساس الدقة يعني، والخل طبعا. وهنحط بقى كوباية من المية. وبعدين كده في ناس بتحبها هي كده خلاص تمام، بس انا بقى تحطها على النار تغلي غلوتين وعشان تديك الطعم وكل ايه يتمزج مع بعضه. تمام. يلا بقى قومي انت وهي وشطري كده وشجعي واعملي احلى طبق كشري في البيت هتاكليه. اصلا الكشري بره غالي جدا، يعني الطبق الصغير ب15 جنيه ما ياكلش عيل صغير. يعني انت لو طلعتي انت وولادك، لو انا وولادي هنصرف 100 جنيه او 120 جنيه كشري بس. فلا ليه، طبعا اعمله في البيت بطريقه حلوه وكمان بكميه كتير وناكل براحتنا ونشبع كمان. هنا خلاص هنا عملت بقى خد ايه من الصلصه، كبشتين من الصلصه، وبعدين حطينا عليهم معلقه شطه كبيره وخليهم على النار يغلوا غلوه. وبعدين هنا كمان وكده الدقة كانت خلاص معايا. هنا بقى نغرف الكشري بتاعنا الجميل، حبة من الرز والعدس اللي استوى معانا جميل وتحفة. وبعدين هنحط بقى من المكرونة. طبعا الكشري أصلا بيبقى كله مكرونة، يعني هي الرز بيبقى حبة صغيرين والباقي كله مكرونة. هنا بقى الصلصة. وطبعا لو عندك بقى حمص بقى حطي بقى. هنا بقى حطيت بقى عملت كده. وبعدين انتوا شايفين اصلا حجم الاطباق كبير جدا. وزي ما انتوا شايفين لايك بقى واشتراك للقناه لو اول مره تشوفوني، وشجعوني كده بلايك وكومنت جميل زيكم عشان ان شاء الله الفيديوهات الجايه تبقى حلوه وتعجبكم باذن الله. يا رب الوصفه تكون عجبتكم. سلام عليكم.